دابا درنا جميع التدابير القانونيه اللي تضمن القانون، فراسلنا بدون جواب الاداره سد الابواب، حل الابواب للسماسره لا اقل ولا اكثر، وحنا مسؤولين على الكلام ديالنا. تتأجج الوضع، زعما راكم ما كاينش بانهم هما كثره، ولكن هم سماسره لا اقل ولا اكثر. فاليوم المكتب المحلي سيدي تقدر المبادره العتيق ديالو بكل ثقه في النفس باسم السائقين بلغ رساله، وهي مفادها تطبيق القانون لا اقل ولا اكثر. ما تنطلبوش اضافه، ما تنطلبوا لا دار ولا عماره، بغينا تطبيق القانون. الظاهر الملكي الشريف اللي موقعه صاحب الجلاله لا اقل ولا اكثر. تنتفاجئوا بهذا المنع عن المبطن واللي صادر عن طريق الاداره اللي محميه بالسماسره، ودوك السماسره هم ضد القطاع. فقطاع سياره الاجره اليوم يحتضر الصنف الثاني، اقول يحتضر نتيجه الفوضى العارمه اللي تيمارسها الكرون تاكسي بشتى اشكالهم من شتى المدن، والنقل السري والابليكاسيون. فبالله عليكم اليوم الابليكاسيون يقبطوها الطاكسيات ويعيطوا للبوليس. علاش ما يقبطهاش البوليس؟ شنو دوره؟ علاش البوليس يصدر الابليكاسيون والابليكاسيون والنقل السري اللي ولا تيقلع من حدا الاداره العامه للامن الوطني، تيقلع من حدا الكوميساريه، تيقلع من شارع محمد الخامس، شارع محمد السادس. هل هذا باقي سري؟ فهذا هو ليس بسري، فهذا قطاع يوازي قطاع سياره الاجره بدون حسيب ولا رقيب. فتحيه لكم وتنشكركم على المتابعه. معكم محسن الحبشي، سائق مهني بمدينه الرباط الصيف الثاني. هذه هي الصفه ديالي، سائق مغلوب على امره. ما خرجنا لهذه الوقفه وما خرجنا نعبروا على الراي ديالنا الا وصل السيل الزوبه. كما تتشوفوا القوات العامه بالاحرى كان عليها تمشي تحيد النقل السري، ماشي تجي تحيد الصنف الثاني اللي باغي يعبر ويوصل واحد الميساج الاداره المعنيه اللي تيطالب بالقانون ديالو. سائق سيارات الاجره ما جاي يوقف امام الاداره المعنيه الا باش تطبيق القانون كما ينبغي. الظاهر الشريف اللي حاطو سيدنا يطبق كما ينبغي. كما تتعرفوا سيارات الاجره الصنف الثاني ما بقات تدخل حتى شي حاجه في جيبها، زائد غلاء الغازوال رغم هذيك الاعانه ماشي دعم، هذيك اعانه من الدوله للسائق المهني. راه فرق ما بين اعانه ودعم. كما تتعرفوا النقل السري، التطبيقات الذكيه، النقل السري اللي ولا غير سري اللي ولا كلشي تيعرفوا وكلشي تيعرفوا مدينه الانوار. كما تتعرف الصنف الاول ما تيقومش بالمهام ديالو المنيطه به اللي هو ربط ما بين المدن، ولا تيتسارى معنا في ازقه ديال مدينه الرباط زنقه بالزنقه. هذا الشيء حنا جينا هنا باش نطالبوا بتطبيق القانون على كل صنف، لا على الصنف الثاني وعلى الصنف الاول. كما تتشوفوا الصنف الاول ما تيديرش خدمته، لذلك النقل الغير السري اللي حنا سميناه الغير السري اللي ولا معروف في مدينه الانوار هو غير مع الدوره هنايا تيديروا سلا في جميع الاتجاهات، سلا خميسات تيفلت. راه عيب وعار تيهزوا 12 وقدام رجال الامن، وتنتحمل المسؤوليه ديالي قدام رجال الامن. جوج بلايص في الكرسي القدامي وتيدوزوا من هذا الشارع عده حوادث وقعوا في هذا الكروازمو، وفاسدين تيتواطئوا مع الاداره قد هذه المجموعه اللي مناضله وشريفه واحرار. كما تعرف الجميع بان الخطافه امام الدوره، اما حتى واحد ما تيتكلم عليها، حتى واحد ما تيتكلم عليها. اليوم جينا باش نحطوا النقطه التي افاضت الكاس، وراه كما تشوفوا القوات العامه منعونه باش نوصلوا صوتنا للاداره. حنا جينا وعندنا اخبار وراسلناهم وما جاوبوناش على الاخبار، ورصيفطنا لهم ريكوموندي باش هاد الوقفه تتم، باش ما بغات سمح الله ممثلين تيمثلونا حنا فاسدين تيتواطئوا مع الاداره، ولا كانت نوبه السائقين على رقابهم الى يوم القيامه غيموتوا، والاداره غادا تبقى، الاداره غادا تبقى بلاصتها. حنا جينا هنايا ماشي باش يشوفوا معنا، باش يطبقوا القانون كما ينبغي على الصنفين، وكل واحد يحترم مجال الشغل ديالو. كيف يعقل طاكسي كبير تيحطك حدا باب الدار وطاكسي صغير فين غيمشي؟ هذا هو اللي تولد عليه الخطافه، تيهزوا الناس من باب البويبات يديهم تلسله مرورا على هذا الشارع، والطاكسي كبير وخارقين القانون دايرين ليه تيمر من شارع اكدال حي الرياض. اي بلاصه في الرباط تلقى فيها كرون طاكسي، علاش؟ بتي طاكسي فين غيمشي؟ هادشي حنا جينا هنا تنعبروا على الراي ديالنا اللي حنا سائقين احرار وما تيمثلوناش الفاسدين. سلام.